اركني لي بقى كده كل التتبيلات اللي انت جربتيها، وتعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده تتبيله سهله ولذيذه، وفي نفس الوقت هتطلع معانا الفراخ بالطعم والريحه والجمال ده. حاجه كده خطيره يا جماعه. التسويه ممتازه جدا، الفراخ دايبه كده وطعمها خطير، اللحم كده دايب. تعالوا بقى كده نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف عملناه النهارده ازاي مع بعض. بس أمان عليكِ بقى ما تنسيناش كده في كومنت حلو منِّك ولايك وشير عشان يوصلِك كل جديد معانا بإذن الله، والفيديو كده يوصل لأكبر عدد، لإن بجد الفيديوهات دي بتحتاج وقت كتير مننا. وتعالوا بقى نشوف بقى كده الفراخ القمر الدايبة الجميلة دي عملناها النهارده إزاي. أول حاجة جبت هنا الكبة بتاعتي، نزلت بطماطماية وبصلاية، قرن فلفل أخضر رومي وقرن فلفل أحمر وقرن شطة، حطيت بقى البهارات اللي هي عبارة عن ملح وفلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، بابريكا، كاري. وبعد كده نزلت بمعلقة كده من الصلصة أو الكاتشب، معلقة كده من الصويا صوص، معلقة من العسل، معلقة من الخل، عصرة نص ليمونة، ومعلقة كده من هريسة الشطة. نزلت عليها بمعلقتين كبار كده من الزيت. ضربتهم كويس جدا بقى في قلب الكبة. وبعد كده جبت الفرخة الجميلة بتاعتي دي، هبدأ بقى بالسكينة دي أعمل فيها فتحات بالشكل ده. بصي الفرخة يا ريت يبقى وزنها ما يبقاش برضو كبير قوي، يعني أنا بفضل الفرخة تكون من اتنين لاتنين وربع. وبعد كده هانزل بقى كده بالتتبيلة بتاعتي على الفراخ وادعكها كويس جدًا، جدًا، لغاية ما ادخّل التتبيلة دي كمان لتحت الجلد. عايزة أقول لِك كمان إن ريحة التتبيلة أصلًا من قبل التسوية بجد كانت خطيرة. هنتبّل الفرخة كويس جدًا، طبعًا تقدري تعمليها من بالليل، تقدري تعمليها قبلها ب3، 4 ساعات. أنا بصراحة عملتها قبلها بساعة، وطلعت طعمها وريحتها خطيرة. وعاوزة أقول لِك معلومة كمان، عشان تطلّعي الفراخ دايبة ومستوية، أهم حاجة هاتي الفرخة قبلها بيوم، يعني ما تجيبيهاش لسه طازة وفريش وبعد كده تبدئي تسويها، هتلاقي اللحم بتاعها بيشد معاكِ، فتبّليها من قبلها بيوم أفضل، أو هاتي الفرخة من قبلها بيوم وحطّيها في محلول نقع عشان تطلع معاكِ دايبة وخطيرة وتطلع معانا بالشكل ده. هنا شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن والتسوية بتاعتها خطيرة. قدّميها بقى مع رز بسمتي وسلطة، قدّميها مع عيش وطحينة، مش هتقول لِك لأ. بجد يا جماعة اللحم دايبة أبيض كده ومستوي ودايب، مش محتاجة أصلًا إن أنتِ تضغطي عليها خالص، لحمة دايبة جدًا. أنا بصراحة كنت جايبة الفرخة من قبلها بيوم وعاملة لها محلول نقع، وطالعة معانا دايبة وخطيرة. عايزة أقول لِك إن هي ما خدتش معايا ساعة في التسوية وطلعت معانا بالجمال ده، وبعد كده شغّلتها الشواية وخدت معانا اللون القمر ده. عايزة أقول لِك اللحم دايب بجد مش مستحملة أصلًا. سهلة ولذيذة، دي من أحلى وألذ التتبيلات بجد اللي أنتم هتجربيها. يا ريت بقى لو عندكم كده وصفات محتاجين إن إحنا نعملها الفترة الجاية، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وهاستنى رأيكم إن شاء الله. لو وصلتِ بقى معايا لغاية هنا، يا ريت ما تنسيش بقى تعملي لنا بلايك وكومنت. أشوفكم على خير.